الصورة دي بقى عظيمة جدا، وعايزين نحلها مع بعض كده ونفكر بشوية كده بطريقتنا. يقول لك حدد من خلال تحليل الصورة التالية أي منها أقل دقة كمصدر لدراسة التاريخ. طبعا دي آثار قائمة، مينفعش. دي عملة، والله يا مستر هي العملة برضو مش في كل الفترات، بس عملة مصدر أولي. الإلياذة والأوديسة ده مصدر ثانوي. إيه دي بقى؟ مفروض إن الصورة دي قصة إيزيس وأوزوريس. حلو كده، بس الراجل جايبها لك بالشكل اللي انت شايفه ده، يبقى هو هنا بيعبر عنها كايه؟ هنا مش بيعبر عنها كقصة إيزيس وأوزوريس، امال ايه؟ بيعبر عنها كتماثيل، يعني آثار. يبقى ما ينفعش تاخد دي، امال تروح تاخد ايه؟ روح خد الإلياذة والأوديسة لأنها شعر، مع انها بتحكي عن تاريخ اليونان، بس مصدر ايه؟ ثانوي. السؤال اللي بعده يقول لك عند قيامك بعمل بحث تاريخي يتميز بالدقة ويبتعد عن المبالغة فإنك بذلك سوف تعتمد عليه. أنا دلوقتي بعمل بحث، البحث ده عايزه يكون دقيق ويكون بعيد عن المبالغة، يبقى روح لإيه؟ مصدر أولي. أرسطو والشعراء وإيزيس وأوزوريس كلها مصادر ثانوية، يبقى خد كتابات مانيتون لأنه مؤرخين قدماء يصلح. أي من الشخصيات التالية توصف كتاباته بأنها أحد المصادر المحلية لدراسة التاريخ المصري؟ والله يا مستر حاجة محلية يبقى راجل من عندنا من هنا. مين اللي من عندنا؟ مانيتون ولا هيرودوت؟ لا طبعا مانيتون السمنوتي اهو. يبقى ده مصدر ايه؟ محلي، يعني من الدولة نفسها. تتوقع أي من مصادر دراسة الحضارات التالية تم تدوين النص المقابل عليه؟ صورة بتقول كان رجلا يدعى بوحنس، كتب له راجل تاني اسمه مارس. ايه يا جماعة الأسماء دي؟ ايه ده؟ الناس دي كانت ازاي عايشة بالأسماء الغريبة دي؟ وكانوا بينادوا بعض ازاي؟ يا بوحنس. حاجة غريبة جدا. يا رب العلم يشوفوا السؤال ده، هتبقى مشكلة دي. بصوا يا جماعة عشان بس لما تشوفوه بو حنس وده مار اس، تقريبا كانوا ولاد عم. المهم بيسلم عليه، بيطلب منه خدمة، يقول له ايه؟ انا عايزك تسافر للشمال عشان تجيب خادمة الى امرأة مريضة وهدفع لك الاجر اللي انت عايزه. الله، دي كتابة مدونة في متحف الوادي الجديد يا مستر. كل ده كلام فاضي. امال ايه؟ انا عايز اعرف، مش الراجل ده كتب له وبعتوا له بعض رسائل يومية؟ صح. يبقى الرسائل والخطابات دي كانت في ايه؟ كانت في الاشتراك